بنتي عندها 12 سنة وبتحب، أعمل إيه يا دكتورة؟ كان ده سؤال جالي والأم منهارة ومش عارفة تتعامل مع بنتها إزاي. التصرُّف المُعتاد إنها نهارتها وضربتها وخصمتها وكانت مشكلة، وطبعًا اللي هي عملته ده ما حلّش المشكلة. عندي سؤال، أعمل إيه يا دكتورة؟ كانت الإجابة إن لازم أوصّل لبنتي وابني في أي سِن إن مشاعر الحُب طبيعية ومقبولة، ما نقدرش نتحكّم فيها، لكن اللي إحنا بنتحكّم فيه السلوكيات. الحُب مش حرام، لكن الحرام السلوك اللي بيحصل باسم الحُب. علشان نتدارك الخطأ في موضوع زي ده لازم نستخدم أسلوب التفاوض، وعلماء النفس اتكلموا في أسلوب التفاوض إن هو يعني هم سموه أسلوب الثعلب. فلسفته أسيب لك حتة وأنا كمان هاخد حتة، اللي هنسيبه لها في مشاعر حب أنت حاسة بيها خليكي بيها وحسي بيها، بس هنركز على السلوكيات أو هنقيد جدا السلوكيات اللي هو ما ينفعش يبقى حتى في إيماءة بالرأس أو نظرة بالعين أو أي سلوك تعبر عن الشعور ده، لأنك لسه صغيرة يا حبيبتي ومش فاهمة إن المشاعر دايمًا مؤقتة، المشاعر دايمًا متغيرة، كل ما تكبري هتفهمي ده كويس جدًا.